منطقة القبائل أو منطقة زويرة، هذه ينبغي علينا أن نعرف هذه منطقة معروفة في تاريخها ومعروفة برجالها ومعروفة الناس، لا يعني كثير من الناس لا يعرفون هذه المنطقة كيف حافظت على الدين وكيف خدمت الإسلام وكيف دافعت. عندما دخل الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر سنة 1830 هذه المنطقة قدمت حوالي 25,000 لمواجهة فرنسا في نفس اليوم الذي دخلت فيه ماذا؟ دخلت فيه فرنسا 25,000 من خيرة الرجال. لكن هنالك أناس يريدون أن يهيلوا التراب على تاريخ هذه المنطقة ويظهروا للناس ماذا؟ مجموعة من الذين لا يمثلون المنطقة لا من قريب ولا من بعيد، ما يمثلوهاش. لأن حتى لو كان كنت أنا في السجن كثير منها كانوا معايا إخوة من بلاد القبائل ومن الشرفة تاع بلاد القبائل، من الشرفة كانوا من خيرة الرجال معي في السجن، سواء السجن الأول أو السجن الثاني. وهذا المسجد اللي رانا نحن فيه أيضا فيه رجال من خيرة الرجال، والعاصمة كلها فيها رجال، وعندنا أصدقاء بل عندنا أصهار، احنا أيضا أصهار منهم. هذه منطقة ثورية ومنطقة فيها العلماء. أنا أقول لكم حاجة مثلا، من منكم يعرف شيخ طاهر الجزائري؟ هذا من أكبر علماء منطقة الزواو، وعندما ذهب إلى مصر وذهب إلى الشام أصبح من كبار علمائها وعلم كبار علمائها. آل مبارك، آية من قلات، هذه عائلة آية من قلات، وتجد حتى الإمام السخاوي والإمام الحافظ بن حجر العسقلاني وأئمة كثيرون الغبريني عنده كتاب اسمه عنوان الدراية في أعلام بجاية، علماء كبار. الشيخ هذا شرفاوي، رزق الشرفاوي من كبار علماء المنطقة. ونستطيع الآن آل مبارك، وهذه آل مبارك أيضا يعني كانت من خيرة العائلات التي خدمت الأمة العربية والأمة الإسلامية.